النهارده هجاوب لكم على سؤال مهم جدا بيجيلي، وهو انا عايزه اعمل عمليه تكميم او تحويل مسار او حتى كبسوله، وخايفه يحصل لي ترهل. فالاحسن ان انا الجا لموضوع العمليات ده ولا امشي في الطريق الطويل بتاع التمرين والدايت؟ طيب انا النهارده هشرح لكم الفرق ما بين الاتنين. خلاص، مبدئيا كده، لو انت فارق معاكي كيلوات على الميزان بس مش فارق معاكي يحصل ترهل او غيره، فخلاص شوفي انت عايزه تعملي ايه واتبعي العمليات والكلام ده، بس انا برضو هقولك هي هتعمل ايه. اما بقى لو انت فارق معاكي شكل جسمك بره وجوه، لا ركزي معايا كويس جدا. مبدئيا كده عمليه 100% ترهل، ولو انت اوفر ويت فانت بجد جسمك كله هيترهل، بلس كمان ان انت هتحتاجي بعد العمليه بفتره ان انت تعملي عمليه تانية تقصي فيها الجلد الزياده اللي هيحصل، لان الموضوع هيبقى صعب جدا. كمان ايه، انت ما تفتكريش ان انت هتنزلي بس دهون على الميزان، لا انت هتنزلي ميه، هتنزلي عضلات، الفيتامينز اللي في جسمك كلها تقع، شعرك هيبقى مليان فراغات، هتحسي ان طاقتك قليله جدا، هتحسي ان انت تعبانه كانك كبرتي حوالي 20 سنه فجاه. كل اللي هيشوفك هيقولك مالك انت تعبانه، مالك فيكي ايه، شكلك غريب، انت فيكي حاجه، يعني خسيتي، فيكي حاجه، فيكي تعب. على عكس تماما تماما التمرين والدايت. التمرين والدايت طريق طويل شويه، ولكن انت بتستثمري في صحتك. انت حرفيا كل تمرينه هتعمليها وكل وزن هتشليه وكل مجهود هتبذليه هيعود عليكي تاني. هيعود عليكي ازاي بقى؟ عضلاتك هتكبر، فبالتالي حرقك هيبقى مدى الحياه عالي. لما تكوني بتتمرني طاقتك هتعلى، هتحسي ان انت كانك صغرتي عن سنك، بشرتك وشعرك وطاقتك وكل الكلام ده هيتظبط. ازاي بقى؟ ما هقولك بقى، انت تبعتي نظام غذائي. النظام الغذائي ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه خضار، فاكهه، بروتين، صح، كربوهيدرات معقده. كل الكلام ده هيظبط لك من جوه قبل بره، فانت ظبطتي جوه وظبطتي بره، جسمك هيتظبط. انت مش بس هتتمرني تمرين وخلاص، لا، انت لو معاكي مدرب شاطر هيقدر يوصلك للهدف اللي انت عايزاه بالتمرين. يعني لو حد مثلا مليان من فوق هيقدر يظبط ده مع التمرين، لو حد مثلا عايز يظبط جسمه في اللور بودي هيقدر يعمل ده وهو بيخس. متستسهلوش العملية وفي الاخر تندموا. حقيقي حقيقي التمرين هيغير حياتك كلها. خلاص، فاتعبوا شويه في صحتكم، لان انتوا ما عندكوش حاجه تانية اهم منها. ده اهم حاجه في الدنيا، ان انتي تستثمري في صحتك. خلاص، مستنيه منكم ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس تحت هتعملوا ايه. الناس اللي تفكيرها عمليه وعايزه تنجز نفسها غيرت رايها ولا لا، والناس اللي بتتبع كده كده تمرين ودايت، التمرين والدايت فادوكوا في ايه. مستنيه منكم اسمع رايكم، وهتوحشوني الفيديو الجاي. باي باي.